السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم خوتي وناسنا الكرام في قناة المعاش دي زاد. سعيد بزاف نلقاكم من جديد في هذا الفيديو المهم واللي خص فئة عزيزة علينا كامل، فئة المتقاعدين في الجزائر دي زاد. اليوم رايحين نحكيو بكل وضوح عن موضوع راه داير البوز وراه الشغل الشاغل لكل الناس، وهو ملف الزيادات في معاشات المتقاعدين واللي رايح معاه بزاف تفاصيل: التثمين السنوي، الزيادات الاستثنائية، والأثر الرجعي المعروف باسم الرابيل. كاين اللي فرح بالقرارات الأخيرة، وكاين اللي مازال متخوف أو ما فهمش وش صاري بالضبط. ولهذا اليوم إن شاء الله راح نفسره كلش بأسلوب بسيط وواضح باش الصورة تكون باينة للجميع. أولاً، وش هو التثمين السنوي؟ التثمين السنوي هو إجراء قانوني تقوم به الدولة كل عام، عادة في شهر ماي أو جوان، باش ترفع معاشات المتقاعدين بنسب مختلفة حسب قيمة المعاش. بمعنى أوضح، كل ما كان المعاش صغير تكون الزيادة أكبر، والعكس صحيح. الهدف من هذا الشيء هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المتقاعدين وما يخليوش الفوارق تكبر بزاف. لكن هذا العام كاين جديد، مش غير التثمين السنوي، بل زادوا زيادات استثنائية للفئات الضعيفة بزاف اللي معاشهم أقل من الحد الأدنى. ثانياً، الزيادات الاستثنائية ورفع الحد الأدنى للمعاش. الرئيس عبد المجيد تبون قالها صراحة أكثر من مرة: ما لازمش يكون متقاعد في الجزائر يدي أقل من 3 ملايين سنتيم في الشهر. وهذا القرار راه داخل في إطار تحسين القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة للناس اللي تعبت وخدمت البلاد. واللي فرح أكثر هو أنه كاين مقترحات جديدة باش يرفعوا سقف الإعفاء الضريبي حتى ل4.5 أو 5 ملايين سنتيم. وهذا معناه أنه فئة كبيرة من المتقاعدين راح تعفى نهائيا من الضريبة، يعني صافي المعاش يزيد بلا ما الدولة ترفع النسبة رسميا. ثالثا، الأثر الرجعي، الرابيل. هذا أكثر موضوع يستنوها المتقاعدين. ببساطة، الأثر الرجعي يعني أنه الزيادات اللي كانت لازم تصب من قبل راح تصب لاحقا بأثر رجعي، يعني كل الشهور اللي فاتت راح تتحسب وتتصرف دفعة واحدة. وهذه حاجة تفرح، خاصة للناس اللي محتاجة هذا المبالغ باش يداويوا رواحهم أو يقضيوا ديونهم. رابعاً، علاه دايماً كاين تأفر؟ الناس تتساءل علاه كل مرة نسمع عن زيادات وما نشوف والو. الجواب بسيط: كاين أمور مالية وإدارية لازم تتنظم، حسابات دقيقة، فئات كثيرة، تنسيق بين وزارة المالية ووزارة العمل وصندوق التقاعد. لكن المهم الحقوق ما تضيعش، وكل زيادة تطبق في النهاية بأثر رجعي. خامساً، واقع المتقاعدين اليوم. ما نقدروش نحكيو على الزيادات بلا ما نذكروا المعاناة اليومية. كاين ناس عايشة ب3 ملايين سنتيم أو أقل ومريضة وعندها دواء شهري بملايين. شخص خدم 30 ولا 35 سنة وفي الأخير معاشه ما يكفيش أسبوع. هذه وضعية مش عادلة وتستاهل المراجعة. لازم الدولة تعيد النظر في حساب المعاشات باش يكون عدل ومساواة بين الجميع. سادساً، دور النقابات والمتقاعدين نفسهم. النقابات راهم يدافعوا بصوتهم، بصح لازم المتقاعدين هما ثاني يتحركوا، مش بسكات وحت تتبدل الأمور. المتقاعد لازم يتابع كشوفاته، يسقسي ويطالب حقه بالطرق القانونية، ما يقولش كبرت وما بقالي والو. بالعكس، اللي طالب اليوم بحقه راه يضمن كرامة الجيل الجاي. سابعاً، المطالب المستقبلية. اليوم كاين أصوات نادي باش يرفعوا الحد الأدنى للمعاشات ل6 ملايين سنتيم، ويزيدوا منح تكميلية للفئات الضعيفة، ويحسنوا الخدمات الصحية والتغطية الاجتماعية. المتقاعد راه ركيزة المجتمع، خدم وابن البلاد، ويستاهل يعيش آخر عمره بكرامة مش بالتهميش. ثامناً، الأمل والتفاؤل. نقولها بوضوح، كاين بوادر إيجابية وقرارات في الطريق، بصح لازم نبقوا واعيين وما نصدقوش الإشاعات. خلي المعلومة تجيك من مصدر رسمي، وابقى دايما متفائل، لأن الوعي هو السلاح اللي يخلي صوتك يوصل. وفي الختام نقول لكل متقاعد في الجزائر: ما تفقدش الأمل، الخير جاي بإذن الله والحق ما يضيعش. أنتم فخر الجزائر، وخدمتكم ما رايفش تروح هباء منثورة. أدعمونا بالاشتراك في القناة، فعلوا الجرس وديروا إعجاب للفيديو thumbs up باش توصل المعلومة لأكبر عدد من الناس. وربي يفرح كل متقاعد جزائري ويعطيه راحة البال والرزق الوفير. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارب.